السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأعزاء، ما زلنا نرسل رسائل وفاء لأهل الوفاء من منبر التواصل العالمي لقياداتنا الخليجية التي نعتز بها، واستطاعت أن تكون سد منيع للصواريخ والطائرات المسيرة. والآن هذه القيادات الخليجية تعد العدة، والحمد لله الروح المعنوية لدى قادتنا وأبنائنا أبناء المجلس التعاون الخليجي الواحد عالية جدا. وأيضا حتى المقيمين معنا، والله الرسالة اللي تأتينا من أخواننا المقيمين معنا سواء كان من العرب أو غير العرب، أنهم كلهم يقولون مستعدين نكون في الصف الأول معكم. وهذا لأنهم وجدوا الأمن والأمان والعدل في الخليج، وجدوا الاقتصاد المتين العالمي، ومما يرفع الروح المعنوية للشعوب، خاصة شعب الإمارات الوفي وأيضا المقيمين معنا، أن نرى قائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه أبو خالد يتمشى في دبي مول. هذا في اعتقادي هذا اللي يرفع الروح المعنوية. تجد قادة الخليج أيضا الكل يساهم ويتفقد رعيته ويرفع الروح المعنوية ويقوي صفوفه وقواته المسلحة اللي نعتز فيها، نعتز في أبنائنا، نعتز في أمننا. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظهم في هذا الشهر. وهذا الشهر إخواني شهر النصر. إيران منتهية من الداخل، منتهية إيران من زمان مش الآن. والحرس الثوري الآن ليس هناك قيادة تقوده، وإنما فوضى. بدأ الآن يوزع الحرس الثوري بعضهم كمجموعات متفرقة صواريخ من خلال ضربات اضرب واهرب. أيضا من المحتمل وقد وصل أن الحرس الثوري أيضا توزع إلى مجموعات سواء كان في حزب الله أو في أيضا مع الحوثي، وعلى أساس أن يكون عبارة عن مجموعات ضارة، لأن لا يوجد قيادة. هذا حرب، يبون حرب استنزاف لدول الخليج، ولكن أمن الخليج واحد والقوات المسلحة مستعدة. وفي اعتقادي إخواني هذه الحرب ما راح تنتهي إلا إذا كان الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني جلسوا على طاولة واحدة، لأن الصين أيضا لها دور في هذه الحرب، مع العلم أنها ليس من مصلحة الصين تسكير مضيق هرمز لأكثر من 25% من الاقتصاد العالمي، وهذا ممر عالمي لا تستطيع إيران أن تسكره، لأن هذا ممر عالمي، الاقتصاد عالمي، أكثر من 21 مليون برميل نفط يمر من خلال هذا المضيق. ولكن مثل ما أشرت لابد من التفاوض بين الصين وبين روسيا حتى تحل هذه، لأن المسألة أخواني ما أصبحت تجهيز جيوش، أصبحت فوضى، أصبحت فوضى أشعلتها إيران بعد اغتيال المرشد من الحرس الثوري. نرى الآن أن مجموعات فصائل تدخل في العراق، ومن خلال العراق تدخل مجموعات على الكويت، ولكن صدتها القوات المسلحة الكويتية. إذن ستكون هناك حرب عصابات، حرب مجموعات
فوضى في المنطقة إذا ما كانوا الكبار أمريكا والصين تفاوضوا ووضعوا خطة لهذه الفوضى التي بدأت بها أمريكا. يجب أن تنهى. دول الخليج حباها الله سبحانه وتعالى بقادة، حباها بأبناء مضحين بأرواحهم. الحمد لله على كل حال، ولكن الحمد لله الروح المعنوية عالية جدا لأبناء الجزيرة العربية الواحدة. هذا ما نتمناه أخواني، أن نرى دائما قادتنا وأبنائهم في خندق واحد. بالطبع أخواني لابد تعزيز القوات المسلحة، الكل يستطيع أن يكون سد منيع لبلده. ونحن العداوة مش من الآن، عندنا العداوة قديمة مع إيران. والجزر الإماراتية بإذن الله عائدة بإذن الله، لأن هناك رجال، هناك صقور. يكفينا فخر أن قائد مسيرتنا أيضا طيار. هذه الشخصيات القيادية التي نراهن عليها في هذا الوقت. أعتقد أن الرسالة واضحة، الكل يستطيع أن يكون سد منيع للعدو، وأيضا نستطيع أن نكون صقور. دائما أخواني عمر الدفاع ما انتصر. نحن ندرس في كليات القيادة والأركان، ما في يوم من الأيام مهما وصل الدفاع ومهما وصلت قوة الدفاع إلا تخترق. لذلك أوصي بعض دول مجلس التعاون الخليجي إذا كانت عقيدتها دفاعية، الدفاع عمره ما وصل، عمره ما صمد. لذلك يجب أن تكون الحمد لله الإمارات عقيدتها هجومية، لأنهم صقور مثل قائدهم. فأتمنى أخواني الكل يكون جاهز مستعد. وقت الرخاء ما أقول الحين ولكن يجب إن شاء الله أنه بيعود، لكن بيعود برجال وتضحية، وقوف صف واحد. هذا ما أردت أبينه في هذه الرسالة. أتمنى التوفيق، أتمنى نسمع أخبار دائما تثلج الصدور، وفي أخبار طيبة الحمد لله. الآن الضربات القوية من أمريكا على إيران، وخاصة في الشمال الغربي الإيراني، دخول أيضا الأكراد، هذا عمل زعزعة خاصة حزب خاصة الحرس الثوري، وهو من أول الآن ليس لديه قيادة. الآن ضربات هاي كلها عشوائية إخواني، ما في خطة، ما في خطة للحرس الثوري، وإنما ضربات عشوائية وصلت إلى تركيا. يعني ما خلوا شخص أو ما خلوا دولة إلا كادوا يرمون صواريخهم، يعني انتحار. فيجب توقيف هذه الفوضى، وخاصة من أمريكا والصين وروسيا أيضا. أتمنى التوفيق للجميع، أتمنى الأمن والأمان في الأوطان والسلام يسود إن شاء الله خليجنا الواحد، وإن شاء الله يسود العالم كله. سمحوا لي إخواني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.